الوسط القروي، مبادرة من توقيع جمعية تنمية المرأة القروية بالحوافات وبعض شركائها. هذا رجاء من أجل الفتاة القروية، وفعلا رد النفوس يعني ديال الآباء والأمهات، حتى كاين بعض الفتيات اللي استرجعوا المرة الثانية العودة للدراسة بسبب هذا النقل المدرسي، وبسبب هذا النقل المدرسي باش الفتاة القروية مازال كتستمر في الدراسة ديالها. خصنا ضروري شي كيران او ثلاثه لهذا. رغم توفر الجماعة على حافلة واحدة، إلا أن الجمعية وبشراكة مع بعض الأطر التربوية لم تتردد في التواصل مع أولياء الأمور للسماح لأطفالهم بالتوجه إلى المدرسة عبر جولات تقوم بها داخل الدواوير النائية. احنا من بدايه السنه كنحاولوا ما امكن نحاربوا هذا الهدر المدرسي ونجيو عند العائلات ونتواصلوا معهم ونشوفوا شنو المشاكل ديالهم شنو احتياجاتهم، ونحاولوا ما امكن تكون نسبه كبيره ديال التلاميذ اللي يجيو. لحسن الحظ كاين عائلات اللي كيستجبوا كيجيو عندنا تلاميذ بتجربه اللي فاتوا حتى السن ديال التمدرس وداروا استعطاف ورجعوا، وللاسف كاين عائلات اللي كيرفضوا بخصوص البنات، كاين هذا المشكل. الحافلة يستفيد منها حوالي 112 تلميذ وتلميذة، فهي لا تغطي سوى خط واحد من أصل 4 خطوط تربط دواوير الجماعة، ويبقى أمر الجمعية هو الحصول على دعم يمكنها من تلبية حاجية كل أطفال المنطقة.